دلوقتي هناخد مفهوم تالت مهم جدا اسمه بولي مورفيزم. يا رب اكون كتبتها صح. بولي مورفيزم. خلينا نحتفظ بالكلاس الديفلوبر ده. بولي مورفيزم يعني تعدد الاشكال او تعدد المهام. يعني ايه؟ يعني عندنا مثلا هنا في ميثود معين، كلاس ابن بيرث من الاب ده، بس بيعمل الميثود دي بطريقه تانية، يعني هي فيها شبه من الاوفر رايد اللي لسه فاكرينه من شويه. طبعا هتوضح بالمثال. نخلي سيبها دو جوب زي ما هي، ونقول له ان الديفلوبر رايت كود، ونعمل مثلا كلاس يو اي ديفلوبر اكستندز يرث من الديفلوبر عادي خالص، ونقول له الدو جوب بتاعته ده بيعمل ايه. بنقول له ناخد مثلا الكود ده كله كده كوبي، وبلاش دوت نيم، ولا نسيبها دوت نيم، نسيبها دوت نيم وخلاص. ماشي. نعمل كونستراكتور هنا، كونستراكتور نيم وجوب، نقول له سوبر نيم وذيس دوت جوب equal job. تمام. هنا بنقول له ديفلوبر، هنا بقى ميك يو اي ديزاين. طيب نفس الكود ده كده او نفس الكلاس ده كده هنكرره ونخليه فرونت اند. بيعمل ايه؟ بيعمل transform UI design into web pages. ناخده هو تاني للباك اند. باك اند بيعمل ايه؟ ده مالوش دعوة بالديزاين خالص. نقول له deal with database. ماشي. نعمل 3 اوبجكت من ال3 كلاسات اللي موجودين عندنا. نقول له في الاول هنا const UI equal new، ولا developer عادي في الاول، developer equal new developer العادي ما يصغر الاسم بس. ونعمل 2 تاني. هنا نقول له front equal new front end، مستني النيم ومستني الجوب اللي هي front end معرفها من اسمه variable. ماشي. ونقول له هنا باك، هم كلهم محمود، ماشي مش مشكلة. وهنا نقول له باك end. بص بقى اللي هيحصل هنا، هقول له developer دوت دو جوب وفرونت وباك. طبعا نشوف هنا الديفلوبر العادي رايت كود، بس هنعمل يو اي، هنعمله كل مرة يو اي ديفلوبر، وهنا نقول له يو اي ديفلوبر، الوحيد اللي كتبنا له ديفلوبر. وهنا نسميه يو اي ونخلي ترتيبه هنا، نيجي نقول له يو اي. فالمفروض يطبع هنا رايت كود عشان الميثود بتاعته واخدها من الاوبجكت ديفلوبر رايت كود. طيب ده اليو اي كانت ميك يو اي، وده كان transform UI into pages. البرنس ده deal with database. شافهم زي ما كتبناهم ولا لا؟ write code make UI transform UI into pages. الأخير back
دوت تو جوب، الباك دوت تو جوب. احنا عملنا واحد زيادة مش مشكلة. لا الديفلوبر رايت كود، اليو اي ميك يو اي، الفرونت الباك. احنا عاملين الباك ديفلوبر، لا تبقى باك يعني، عشان كده انا بقول فيها ايه برضه. تمام تمام. فده مفهوم اسمه البوليمورفيزم، هو اسمه صعب شوية بس هو مفهوم بسيط جدا زي ما شفناه كده.